إذن كما تتبعتم اليوم احتفلنا بتقديم وثيقة الاستقلال 1944، هذه 82 سنة. واللي كما تعلمون اللي قام بهذه الوثيقة هما شباب من حزب الاستقلال ومن الوطنيين، لأن اعتبروا بأن لا يمكن حقيقة أن نعمل على تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين بدون تحرير الوطن من الاستعمار، وكذلك بدون تحقيق الديمقراطية في ظل الملكية الدستورية. وكما تعلمون كذلك في 1963 11 يناير حزب الاستقلال قدم وثيقة التعادل الاقتصادي والاجتماعي لتضمن تكافل الفرص لكل المغاربة، وباش انه يتم تحرير المغاربة من الجهل ومن الفقر، وانه كذلك يفتح مجال للارتقاء الاجتماعي في كل اجزاء الوطن. واليوم تم تقديم ميثاق جديد. هذا الميثاق اللي قاموا بإعداده هما شباب، 15,000 شاب وشابة من كل ربوع المملكة وكذلك من خارج الوطن، مغاربة العالم، اللي تجمعوا وتناقشوا ووصلوا لهذه النتائج، ووصلوا أنه تم إعداد هذا الميثاق. هذا الميثاق كله موجه للمستقبل، لأنه اليوم هذا الشباب كلهم أكدوا بكل حرقة وبكل غيرة بأنهم مستعدين أنهم يلعبوا الدور ديالهم كامل باش انه نبنيو مغرب ما بعد 31 اكتوبر، مغرب ديال السرعه الواحده، مغرب الصاعد اللي فيه العداله الاجتماعيه والعداله المجاليه، واللي كذلك تفتح الفرص لكل شابه وكل شاب على ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وانه نبنيو له مشروع مستقبلي في بلاده. هذا الميثاق اللي تم تقديمه اليوم فاحنا كحزب استقلال منخرطين فيه، حنا كحزب استقلال ملتزمين باش اننا نطبقوا على ارض الواقع. حنا كحزب استقلال ملتزمين كذلك اننا في اطار هذه النقاشات اللي غتكون نخرجوا بواحد البرنامج انتخابي خاص بالشباب، واللي غيكون ميثاق ديال حزب الاستقلال مع الشباب في الاستحقاقات المقبله، لان تنعتبروا بان هذا الميثاق فهو فرصه من اجل اننا نطبقوا على ارض الواقع، باش اننا نحسنوا وضعيه ديال الشباب، اننا نبعثوا الامل في نفوس الشباب، وباننا نفتحوا ونحرروا الطاقات الشابه اللي هي كبيره الحمد لله في بلادنا، وان اكثر من كل شيء وهو اننا نعزوا الثقه في المستقبل.